7:30 بتوقيت سبيستون يعرض لكم بطولات الفارس الكرتون. بطولات الفارس الكرتون هم بطولتين، شتيمة الأهلي وشتيمة زيزو. وشتيمة زيزو دي كمان رقم 1 قبل الأهلي دلوقتي، لأن كان زمان الأهلي هو اللي بيتشتم على طول، إنما دلوقتي زيزو بيتشتم الأول بعد كده بيشتموا الأهلي. بما إني كنت في الاستاد، كانوا امبارح بجد من قبل الماتش ما يبدأ وهم نازلين شتيمة في زيزو. انا ما شفتهمش بيشجعوا فريقهم قد ما كانوا بيشتموا زيزو وبيشتموا الاهلي. تعالوا نشوف بقى زيزو رد عليكم ازاي بكل ادب وشياكه وكل برود، من غير لا يغلط فيكم ولا يجي ناحيتكم ولا يستفزكم ولا يعمل فيكم اي حاجه. نجم والله العظيم يا زيزو. يعني انت مثلا في الفيديو ده انت كنت نايم كده مريح، بتسمع شتيمتك بودنك وفي نفس الوقت بتظبط شعرك عشان ايه؟ تقف على حيلك بقى وانت بكامل اناقتك وبكامل شياكتك وشعرك مظبوط ومتسبسب، وتكمل بقى ايه؟ سماع الشتيمه الجميله. وهنا بقى كابتن عمر جابر اللي سابهم قبل كده وراح بيراميدز عشان الفلوس، ولما بيراميدز استغنى عنه خلاص رجع الزمالك، بيبص لزيزو بكل غل. انا مش عارفه انت عمر جابر لو كان زيزو ده واكل ورثك مثلا ولا عامل فيك ايه عشان تبص له البصه دي. بس الاحلى برضو ان زيزو برضو زي ما هو مكمل بكامل شياكته واناقته ومش باصص عليك اصلا، مش شايفك، لا انا مش شايفك. وهنا بقى اللقطه اللي هم من امبارح مش ساكتين عليها وعمالين يتكلموا، والاعلاميين بتوعهم زايطين قوي انه ازاي زيزو ما سلمش على الكابتن عضو مجلس الاداره بتاعهم، وان عضو مجلس الاداره ده طالع النهارده يقول ان لازم زيزو يتعاقب عشان ما ينفعش يحصل حاجه زي كده. طيب تمام حضرتك، بما ان حضرتك متضايق قوي ان هو ما سلمش عليك، هو انت كنت فين لما زيزو كان بيتشتم في المدرجات من ساعه ما مشي من الزمالك؟ طب حضرتك كنت فين لما صوره زيزو نزلت على الارض جوه نادي الزمالك واتداس عليها بالجزمه؟ حضرتك ليه ما طلعتش اتكلمت ولا حتى عاقبت اللي عمل كده؟ طب كنت فين لما زيزو اتخاط في عرضه وعرض مراته واهل بيته كلهم واتكلموا وقعدوا يقولوا اسم مراته على الملأ في الاستاد؟ برضو ما حدش طلع من نادي الزمالك اتكلم، ولما طلعوا اتكلموا قالوا ده اسم فنانه مش قصدهم عليها. احلى حاجه بقى ان عضو مجلس الاداره ده طالع النهارده يقول ان لازم زيزو يتعاقب، وان زيزو لو ما اتطبقش عليه عقوبه الزمالك هينسحب من منصات التتويج. لا بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك على منصات التتويج بتاعتكم، هي فين دي اساسا؟ وهنا بقى زيزو هو بياخد جايزه رجل المباراه اللي يستحقها بجد، لان هو عمل كل حاجه امبارح ولعب بكل روح وبكل رجوله واتغاضى عن كل حاجه، وكان بجد بارد. عجبني قوي اداؤه بجد، ثباته الانفعالي بعد كل الشتايم اللي هو سمعها دي، وكمان كان هو السبب في الهدف، فبجد يستحق ان هو يكون رجل المباراه ومكمل برده بكامل شياكته واناقته. وهنا بقى زيزو هو فرحان لانه بيحتفل باول بطوله ليه مع النادي الاهلي، وان شاء الله يا زيزو مش هتكون اخر بطوله، ان شاء الله كل البطولات هتاخدها مع النادي الاهلي. وهنا بقى زيزو هو قاعد بيغني في سره، اكيد مشاعرها مكسوره، ولو نسيتني معذوره، انا اللي جرحت احساسها، قولوا لها اطمني ارتاحي، وليه تقولوا لها لا هي اكيد بتحس بجراحي، واكيد برضو جايه المدرج كل ماتش وهتشتم فيا ومش هتبطل شتيمه فيا، لان هو ده البطوله بتاعتهم دلوقتي، ان هم يشتموا زيزو ويشتموا الاهلي. عموما هو مجلس الاداره عندكم مبسوط جدا بان انتوا بتشتموا زيزو وبتشتموا الاهلي، لانه انتوا ملهيين عنهم وعن المشاكل اللي هم حاطين النادي فيها، فتمام قوي. مش انتوا مبسوطين كده؟ ودي بالنسبه لكم البطوله، ودي بالنسبه لكم الانجاز، ان انتوا تشتموا زيزو وتشتموا الاهلي وسايبين النادي اللي بيغرق حرفيا من كتر المشاكل والديون اللي عليه والوقف القيد، وان مفيش لعيبه وان مفيش اصلا مدربين ولا في حاجه. تمام، لو ده حلو استمر.